السلام عليكم. مبدئيا كده الشوالي منافق وبيكره الاهلي، مباراه ضعيفه ونتيجه متوقعه جدا يعني. في دخلة اللعيبه للملعب الشوالي بيقول ديربي العرب، حاجه حلوه زي الفل عادي، فريق من مصر وفريق من تونس فطبيعي ان هو يقول ديربي العرب. انما تشبيهه للترجي بمانشستر يونايتد والاهلي بريال مدريد دي وقعت منك يا شوالي، عشان الاهلي يتشبه فعلا بريال مدريد بارقامه وتاريخه، انما الترجي ايه اللي يتشبه بمانشستر اللي اربعه افريقيا ده بس وبطولاته ضعيفه وتاريخه قليل. فلما تيجي تقول حاجه قولها وانت واثق ان هي صح، مش تطلع تكسف نفسك وتمجد في فريق ما عندوش لا تاريخ ولا بطولات تكفيه ان هو يوصل لمانشستر يونايتد. طول الوقت عمال تطبل للترجي تطبل للترجي، وفرحت جدا في اصابه علي معلول وقلت الاهلي خسر ورقه رابحه زي علي معلول واحسن لاعب بيعمل اسيست في تاريخ النادي الاهلي، وعلى الترجي استغلال هذه الفرصه. يا راجل ده حتى تونسي، يعني اعمل حساب ان هو بلدياتك برضه. طول الماتش عمال يحزق مش ساكت، عايز الترجي يفوز باي طريقه، مجرد ما الكره تلمس رجل اي لاعب من الترجي يقعد يصيح ويخرب الدنيا، وتبقى الكره مثلا عند جولهم يقعد يصيح ويخرب الدنيا. أنا مش عارف كان ماله النهارده، كان فيه ايه؟ وعمال يحذر حارس الترجي من الكلين شيت، وعمال يقول كلام عكس بعضه، عمال يقول الاجواء مقفوله، ولكن الترجي قادر على احراز هدف علشان لما يلعب ماتش العوده في القاهره يكون واثق من تحقيق الفوز. انت مخك شارب حاجه؟ والله انت النهارده ما كنت طبيعي، انت شارب حاجه لانك عارف قيمه النادي الاهلي، وفي وسط الكلام بترجع تقول خلي بالكم من لدغات الاهلي، يعني تقول كلام وعكسه، وعمال تدعي للترجي كانك في الحرم بتعمل لهم عمره. ايه يا عم في ايه يا عم؟ مش كده كابينه التعليق دي عشان تعلق للفريقين مش تنحاز لفريق. يجي بقى للاهم، خط وسط الترجي ودفاعه سهل جدا جدا انك تجيب هدف بكل سهوله، ولكن حذر كولر من الهجمات المرتده سبب كبير في تاخير الاهلي عن تسجيل اي هدف، والدليل ضغط وسام وامام على خط الوسط وخط الدفاع وبيقطعوا الكوره وبيروحوا بيها لحد الجول، واخطاء كتيره جدا الاهلي ما قدرش يستغلها ويستفيد منها، وعدم وجود خبرات في الترجي مع خبرات لعيبه النادي الاهلي. ما ينفعش الماتش يخلص كده، الماتش ما ينفعش يتأيد كده من كولر، ولازم كنا نسجل في الشوط الاول في اول ربع ساعه زي ما اتعودنا من الاهلي. وللاسف الشوط الثاني قل الضغط عشان كولر يخرج بشباك نظيفه ويقدر يعوض في القاهره. مفيش كونتر اتاك من الاهلي خالص، اللي هو المفروض حامل اللقب واللي المفروض لعيبته كلها نازله وعندها كامل الثقه، على لعيبه الترجي اللي هم ما عندهمش خبره خالص، معظمهم اعمار صغيره، يعني بالبلدي كده كانها مع فريق سهل جدا في الدوري بني عبيد، اي فريق ضعيف او فريق سهل تكسبه بكل سهوله. نيجي بقى لحد الدقيقه 70 كولر ما عملش ولا تغيير، ونفسي اعرف ليه. يا ترى انت رايح تلعب على نتيجه ايجابيه ولا رايح تلعب على التعادل؟ ايه السر في تفكيرك انك تفكر في مباراه العوده وانت لسه قدامك مباراه الذهاب؟ افكر في اللي انا عايشه دلوقتي وبعدين مباراه العوده يحلها ربنا. وعشان تعرفوا ان الشوالي منافق، قال لك الترجي بيلعب وكانه ناقص العدد، الاهلي بيلعب 11 وكان في لعيبه من لعيبه الاهلي زياده في الملعب. الشوالي برضه نفس النفاق، بيقول الترجي سيء جدا في المنظومه الهجوميه في فك شفره الدفاع الاهلاوي. الشوالي للمره الثانيه بيقول ان الترجي لم يستغل خروج علي معلول. رسالتي للشوالي، انت اكتر مذيع رغاي شفته في حياتي، وبتحب تقول اي حاجه ضد الاهلي ومش بتحب الاهلي، وتتمنى للاهلي انه يخسر في اي ماتش انت بتذيعه، وده كل جمهور الاهلي عارفينه. وبالنسبه لتطبيلك للترجي، اخر مره السنه اللي فاتت الاهلي خدك رايح جاي من غير الحجه بتاعتكم ان مفيش جمهور، اديك النهارده بتلعب بجمهورك كامل العدد وما عرفتش تجيب جول في مصطفى شوبير، ما وصلتش اصلا لجول مصطفى شوبير مرتين على بعض، وكانوا شوطين عشوائيين، وكان ماتش متوقع جدا. ودينا لعبنا في استاد روادس الرعب اللي انتوا بتقولوا عليه رعب، مفيش اي تسجيل اهداف لا من هنا ولا من هنا. الرد الحازم بقى هيكون في استاد القاهره، وان شاء الله ان شاء الله تاخدوا درس جامد قوي في القاهره. ما تنساش لدغه الاهلي يا شوالي، اللي انت دايما في كل كلامك بتقول لدغه الاهلي، ولا ناس احذروا القاضيه ممكن. هنا بقى يبقى في قضيه ممكن جديده. سلام يا عم المنافق.